عاملين ايه يا اصحابي؟ مستعدين معايا لقصة جديدة على قناتكم حكايات لولي؟ يلا بينا نبدأ حكايتنا. في يوم مشمس جميل كان هناك رجل طيب اسمه العم سمير، صاحب مزرعة خضروات مشهورة بالطماطم الطازجة. كان العم سمير داخل المخزن يحول الطماطم إلى صلصة لذيذة ويخزنها، لكن كان هناك ثعلب مكار يراقب كل شيء في صمت. ولما مشي العم سمير دخل الثعلب وأكل كل الصلصة الموجودة في المخزن. في اليوم التالي صدم العم سمير لما لقى العلب كلها فاضية، فقرر أن يضع درساً لا ينسى لمن سرق تعبه. وفي اليوم التالي لما الثعلب بدأ يأكل تاني ندم أشد الندم. العم سمير يضحك ويقول: لو استأذنت يا ثعلب لأعطيتك من قلبي. الثعلب يعتذر بعد كده. لقطة دافئة، ابتسامة للعم سليم والثعلب للتعلم أن الاستئذان والاحترام أهم من المكر والطمع. وبكده يا أصحابي خلصت حكايتنا النهاردة. استنونا في قصة جديدة وممتعة، وما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.